السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بقى اعمل لكم حاجه سهله وبسيطه وجميله جدا، وفي نفس الوقت عيالك هيحبوها. النهارده اعمل لكم ايه؟ حلويات. شايفين يا جماعه؟ شايفين الجمال؟ ما شاء الله. حابه بس اوريكي الاول واقول لك الوقت ده ايه. طبعا حابه تعرفي ده ايه. لو عندك بقى صدر فرخه كده او صدرين فرخه في الفريزر، هاتيهم كده وهاتي حبه فريك وتعالى اقول لك هنعمل النهارده حاجه سهله وجميله جدا وبسيطه في نفس الوقت. بس قبل بقى ما نبدا الفيديو بتاعنا يا حلوين، شجعيني كده باللايك واشتراك في القناه وشير الفيديو ده عشان يوصل اكبر عدد من الناس. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. نبدا النهارده بقى في الفيديو بتاعنا. اول حاجه بقى نجهز مع بعض الفريك بتاعنا. هنزل هنا بشويه من الزيت، وهنزل كمان عليهم هنا بمعلقه من السمنه البلدي. طبعا بقى ما اشتريتش اي نوع سمنه عندك يا جماعه حطوه، وهسيبها كده ايه لحد ما تسيح خالص. وبعد كده بقى هنزل عليها ببصلايه كده مفرومه، واحط على البصلايه ايه معلقه من الفلفل الاسمر، مش اكتر، وشويه كمان من الملح. وهبدا بقى ايه اقلبهم كده مع بعض لحد ما البصل بتاعي يدبل معايا. انا مش عايزاه يحمر معايا خالص نهائي، انا عايزاه بس يا جماعه يدبل مش اكتر. معايا هنا بقى نص كيلو من الفريك، غسلاه كويس جدا وسايباه منقوع كده حوالي ساعه. هصفيه بقى من الميه كويس وهنزل عليه كده بالبصلايه بتاعتي. ومعايا هنا كمان شويه من الزبيب بيخلي طعم الفريك تحفه. هقلبهم بقى كده مع بعض بالشكل ده. وبعد كده بقى هنزل بالميه بتاعتي. انا ايه هغطي هنا كده الفريك بتاعي، حسيت اللي محتاج كده شويه ميه حطيت له كمان شويه. بقلبه بس كده بالشكل ده. طبعا هنا كنت بدوق الميه بتاعتي عشان اشوف اذا كانت محتاجه ملح ولا لا. انت هنا بقى بتظبطي الملح بتاعك. وعشان بقى ما عنديش هنا شوربه وحاطه ميه، فهحط ايه مكعب مرق الدجاج بس كده تمام. اغطي بقى الحله واسيبه بقى ايه لما الميه تنشف معايا خالص، وبعد كده هدي على النار. بعد كده ما هديت النار وعدى علينا كده حوالي نص ساعه كده، خلاص الفريك ما شاء الله يا جماعه. شايفين مفرفر ازاي؟ لا معجن معانا ولا حاجه خالص ما شاء الله. هبدا بقى هنا كده ايه اخد شويه من الفريك اللي هشتغل بيهم علشان يبردوا معايا، لان انا عايزاه بارد مش عايزاه كده يكون سخن. واسيبه بقى لما يبرد. هنا بقى معايا هنا صدرين فرخه ما شاء الله محترمين، طبعا غسلاهم كويس وسايباهم ينشفوا خالص من الميه. وابدا بقى كده ايه اقطعهم تقطيع عشوائي. هتقولوا لي بقى وزنهم قد ايه؟ هقول لكم يا جماعه والله الصراحه ما وزنتهمش، لان كان عندي فرخه كبيره خليت الصدور وعملتها في الفريزر. انت بقى لو ما عندكيش ممكن تشتري ايه يعني صدرين من بره نص كيلو ولا حاجه. انا الصراحه الكميه دي عملت معايا كده كميه محترمه. هتشوفوا معايا دلوقتي. هنا بقى بعد ما قطعتهم معايا كده بصله، ومعايا كمان كام فص من الثوم، ومعايا كمان حته كده من ايه جزء من اللية. قالوا ما عندكيش ليا حط دهن عادي مش في اي مشاكل. ومعايا كمان نص كوبايه من البرغل غسلهم كويس جدا ونقعهم كده شويه حوالي على ربع ساعه. ومعايا كمان قرن فلفل من احمر. ومعايا كمان يا جماعه معلقه صغيره من البيكنج باودر، ده مش كيس لا معلقه صغيره. ونزلت هنا بقى بمعلقه من الفلفل الاسمر، ومعلقه من البابريكا، ومعلقه من البهارات المشكله، والملح بتاعي. طبعا الملح بتاعك انتوا بتظبطيه. هنا بقى قلبتهم كده مع بعض، وهقسم بقى الكميه اللي معايا كده نصين عشان طبعا يا جماعه الكب ايه ما تبص معايا. وابدا بقى كده ايه افرمهم فرم ناعم بالشكل ده. اللي وصل بقى معايا لحد هنا يدوس لايك، عشان الصراحه كلكم بتنسوا اللايك. شجعوني بقى كده يا جماعه كده باللايك. هنا بقى بعد ما فرمتها كده خالص فرم ناعم بالشكل ده. شايفين ما شاء الله؟ مش هقول لكم بقى على الريحه، بجد من غير اي حاجه الريحه ما شاء الله تجنن. هنزل بقى كده في البوله بتاعتي بالعجين كله كده
مبسيبش اي حاجه. وبعد كده بقى حطيت الجزء التاني وافرم بقى كده ايه فرم ناعم زي ما قلت لكم كده. خلاص ما شاء الله تمام. العجينه يا جماعه كده جاهزه معايا، شايفين ما شاء الله العجينه متماسكه جدا. وانا بقى ايه الفريك كده كان بريد معايا. هنا بقى جبت كيس تلاجة بالشكل ده وقطعته كده نصين، واخد بقى كده ايه جزء من العجينه وهبدا بقى كده افرد فيها فرد كده عشوائي زي ما بتيجي كده ايه تعملي البانيه. يعني مش ضروري ايه نظبطها كده قوي، اهم حاجه بس تفرديها كويس جدا. بعد ما فردتها كده بالشكل ده اخد بقى كده ايه شويه من الفريك بتاعنا اللي احنا عملناه، وهبدا بقى اخدها كده من الجهه ديت والجهه التانية بالشكل ده. شايفين ما شاء الله سهله جدا مفيش فيها اي صعوبه. وابدا بس كده ايه اسويها والفها كويس جدا علشان تتقفل معايا كويس. مش عايزه يا جماعه الفريك يكون طالع منها. شايفين ما شاء الله بعد ما قفلناها كويس متماسكه جدا ازاي. نسيت اقول لكم ان انا بعد ما عملت العجينه يا جماعه حطيتها في التلاجة كده حوالي يعني نص ساعه لحد بس ايه ما تتشمع معايا عشان بس ما تبقاش طريه. ولو حسيتي بقى انها طريه معاكي حطي لها ايه شويه بقسماط معلقه كده او اتنين. هنا برضو باخد ايه قطعه تانية. شايفين بتفرديها كده بايدك بكل سهوله. بعد ما تفرديها كده كويس جدا ناخد برضو كده ايه جزء من الفريك بتاعنا وبنقفل عليها بقى بالشكل ده من الجهه ديت ومن الجهه التانية. اهم حاجه بس ايه تقفلي كويس وتظبطيها. هي ما شاء الله سهله مش فيها اي مشاكل. لا شايفين يا جماعه اهم حاجه بس تقفلي عليها كده من الجوانب كويس تحطها في الصينيه بتاعتك. والصينيه طبعا بتبقى ايه دهناها كده دهن من السمنه. انا بقى خلصت الكميه ايه ونص الكميه كمان فضل معايا اهيت. ما شاء الله العجينه عملت معايا كده ايه كميه محترمه. يعني اعتبر اقول كده خدت ربع كده من صدر الفرخه، ما خدناش النص كله يا جماعه. طبعا الجزء ده انا حطيته ايه في كيس في التلاجة. هعملها بقى مره تانية او اعملها كفته او اعملها بانيه اي حاجه. هنا بقى معايا معلقه من البابريكا هحط عليها كده شويه من الزيت واقلبهم كويس جدا وادهن بقى ايه الوش بتاعي. عندك بقى كاتشب عندك صلصه المتاح عندك. طبعا ما كانش لا عندي لا صلصه ولا كاتشب. حطيت بقى ايه معلقه من البابريكا. الجيش بيقول لنا ايه تصرفوا امه. وادهن بقى الوش كده بالشكل ده عشان بس ايه يدي حمار معانا. شايفين ما شاء الله يا جماعه عملت معانا كميه قد ايه. دي يعتبر من ربع صدر فرخه واحد بس. هنا بقى بولع الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره عندي. وبحط بقى الصينيه كده على ايه الشبكه اللي في النص وبولع من فوق ومن تحت لحد ما شاء الله ياخد كده حمار من تحت ومن فوق. يعني خد معانا كده حوالي نص ساعه في الفرن. هنا بقى كنت انا مولعه كده في حمايه علشان ايه يدي الطعم الخطير بتاعنا يا جماعه. وبسرعه كده بسرعه بتقفلي على الصينيه كويس جدا وبتكتمي كده عليها عشان ريحه الفحم كده ايه تاخد معانا. شايفين ما شاء الله لا لازقه في الصينيه بتاعتنا ولا اي حاجه خالص. بطلعها كده بكل سهوله. شايفين الظهر والوش تحفه وكمان مستويه معانا جدا ما شاء الله بجد. يعني كده شايفين الشكل يا جماعه والله العظيم حاجه خيال. حاجه كده مودرن وشيك وطعمها تحفه. تعمليها كده في اي مناسبه عندك بقى جالك ضيوف ولادك بقى برضو ممكن ياخدوهم رايحين المدارس. ما شاء الله حاجه طعمها حبايب قلبه كده. النهارده خلصنا ايه الفيديو بتاعنا. يا رب كده يكون الفكره الجميله اللي انا عملتها النهارده معاكم عجبتكم. تعالوا بقى كده ايه معايا عشان نشوف من جوه الجمال ده عامل ازاي. تعالوا كده بسم الله. تعالوا نكمل عليها بسم الله. شايفين بقى يا جماعه شايفين الحلويات شايفين الفريك من جوه عامل ازاي ما شاء الله.
حاجه كده يعني خيال. امم لسه سخنه، بس بجد والله طعمها جميل جدا، يستحق التجربه. لو عجبكم بقى فيديو النهارده واستفدت منه، شجعوني كده بلايك واشتراك في القناه وشير الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. السلام عليكم.